الله الله. انت فين يا سيليا؟ تعالي. اخلص الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا فتره كبيره قوي ما بنعملش يوتيوب وكده، فانا قررت الفتره دي ان انا ارجع، وهرجع بحاجه كده ايه خفيفه وبسيطه، عشان خاطر ايه هستغل الموضوع كده. سيريا برضه هتستغل الموضوع ده معايا. ايه احنا امبارح يعني كان في، مش بدخلكم في خصوصيات يعني، بس كان في خناقه كده بسيطه انا بيني انا ومنى. اخلص الاول. كان في خناقه كده بسيطه بيني انا ومنى، او مش بسيطه قوي، فانا هستغل الموضوع ده. وانا وسيليا نزلنا بدري، كانت سيليا نايمه جنبي ومنى ما كانتش معانا، ما كانتش جنبنا، فلبست سيليا وظبطتها وخدتها وايه، وقلت هنزل وهتصل بمنى اقول لها ان انا وسيليا هنسافر بقى، هنقعد شهر بره في اي مكان من غير ما اقول لها احنا رايحين فين. صح يا سيليا؟ صح؟ عشان مامتها بتحبها وبتاع، مش عايزين اعمل فيها كده، بس انا هعمل كده. الله 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 عليك يا حاج عجه. عايزه ايه دي؟ المهم يا جماعه هستغل الموضوع ده، وهستغل ان منى متضايقه يعني وكده، هستغل ان هي زعلانه مني وكده، وهبدا دلوقتي ان انا اعمل فيها مقلب، وهقول لها بما انها هي اللي مضايقه، هي اللي ضايقتني امبارح مش انا اللي ضايقتها، فعشان هي ضايقتني فهعمل فيها المقلب ده، وهقول لها ان انا خدت سيليا وهسافر ومش هتعرفي لنا مكان دلوقتي خالص، وهنروح هنقعد شهر وهنبقى نجيلك، تمام؟ وهنشوف رد فعلها ايه. ايه رايك؟ حلو؟ نعمل المقلب ده. يلا نكلم ماما. هنتصل بيها دلوقتي يا جماعه نقول لها كده، ونشوف رد فعلها هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. ده انا عشان نكلم ماما. استنى. الو. الو. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويس الحمد لله، لسه صاحي. ماشي تمام. ما كلمتناش ليه طالما لسه صاحي؟ مش فاهمه. لما ما لقيتنيش انا وسوري يعني في البيت، ما كلمتناش ليه؟ هتعرفي احنا فين؟ عشان لسه صاحي دلوقتي حالا، لسه مفتحه عيني. طيب ماشي. بقول لك ايه، طيب انا وسيليا مسافرين، هنقعد شويه كده في شرم وبتاع، وبعد كده هنجيلك ان شاء الله. ده ازاي يعني؟ مش فاهمه. يعني ايه ازاي؟ بقول لك انا وسيليا مسافرين، هنقعد في شرم حوالي شهر كده ان شاء الله. عندي شويه شغل اخلصهم بعد كده هنجيلك. في حاجه اسمها كده، انا واخد سيليا ومسافر شرم، يعني ايه اصلا؟ مش فاهمه. ما انا بقول لك اهو، يعني احنا هناخد سيليا كده وهنروح شرم، وبعد كده هنجيلك، يعني اقعد شهر كده، عندي شويه شغل وحاجات وهجيلك. مش فاهمه دي. بتقولي ايه؟ معلش مش سامع. بتقولي ايه؟ لا بقول لك رايح ازاي وانت اصلا حضرت حاجتها ولا عملت حاجه؟ مش فاهمه عملت كل ده امتى؟ هي دي مشكلتك. انا لبستها وظبطتها وملبسها احلى طقم كمان، وجهزت لها حاجتها وخدت لها البامبرز وخدت لها شنطتها وجهزت لها كل حاجه، والدنيا تمام. ده امتى ده؟ وانت نايمه. انا نايمه. طب وانا؟ لا انت بقى تمام. انت احنا هنقعد بس شويه كده حلوين كده وهنجيلك ان شاء الله. طب ما تفكرش ماشي، عشان انا لسه ما بهزرش يا منى. انا ما بهزرش يا بابا. انا خلاص، انت امبارح اللي حصل حصل تمام، وضايقتيني وتمام وبتاع. انا النهارده انت عارفه ان انا كده كده كان عندي شغل، فمش هسيب سيليا بقى، خدتها معايا عشان خاطر انت عارفه ان هي بتحب تخرج وكده، وهنجيلك يعني ان شاء الله، يعني باذن الله حاول تبقى اقل من شهر. انت بتضحكي على ايه؟ بضحك عليك عشان كلامك مش داخل دماغي، مش عارفه ليه. عمرك ما عملت حاجه شبه كده. طب بص اقول لك حاجه، انا عملت اللي عليا عموما كده كده، وقلت لك اللي فيها تمام. انت بقى براحتك، انا هتحرك دلوقتي وهتكل على الله، وان شاء الله لما ارجع كده بعرفك. بس انا قلت لك بس عشان تبقي مطمنه، عشان ما تقلقيش علينا ولا حاجه ولا على سيليا. سامعاني؟ انا معاك. ماشي. تعوزي اي حاجه؟ بعد
بعد اذنك وتعالى وبطل دي. يا بابا بهزر ايه؟ ما بهزرش، انا بقول لك احنا خلاص، احنا والله العظيم في العربيه ومتحركين اهو. والله العظيم. والله العظيم في العربيه اقسم بالله اهو. في العربيه ومتحركين رايحين شرم احكي كده. وربنا العربيه دايره والتكييف شغال والدنيا تمام وخلاص هنتحرك. طب ده اسمه ايه؟ ده مش فاهمه ايه ده، ايه العلاقه اصلا؟ طب خدي سيليا هتقول لك كيف ايه. خدي يا سيليا كلم ماما. ولا لا احنا مسافرين. انت فين يا سيليا؟ تعالي. معلش مش عايز اكلمك، باين حدفت التليفون في الارض. يلا خلي بالك على نفسك وان شاء الله كده يعني هنطمن عليكي في التليفون باذن الله. ماشي، انا عايزه سيليا دلوقتي بعد اذنك. ايوه ما انا خدتها معايا خلاص عشان هنتحرك، بس هنتكل على الله دلوقتي. يعني ايه برضه مش فاهمه من يعني احنا خلاص جاهزين وهنتحرك باذن واحد احد دلوقتي، وهنتحرك هنروح على شرم الشيخ. عندي شويه شغل هناك وبعد كده من شرم هطلع على ده في شويه شغل هناك، فالموضوع ممكن ياخد له مثلا 3 اسابيع. كل ده سيليا يعني على اساس ان انت بتعرف تعمل لها حاجه. انا اللي بعمل لها اصلا كل حاجه في العاده. انت بتعرف تعمل لها حاجه؟ والله العظيم يعني انا ما بعملهاش، يعني انا ما بعرفش اعمل لها حاجه. لا بجد ما بتعمل لهاش، يعني انا بعمل لها كل حاجه حرفيا، وانا عارفه امتى بتعطش وامتى بتشرب وبغير لها امتى كل شويه. بتعطش وامتى بتشرب؟ ما هي لما تعطش اشربها عادي. طب اقول لك بس حاجه، بس هي الفكره كلها في ايه؟ ثواني يا سيدي ثواني، انا هاخد نفسي الفتره دي كده تحدي ان انا من اولها بتعيط ايه يعني؟ هي مش عايزاكي، عايزاني انا. عايزاكي ايه؟ ده رميت التليفون اول ما سمعت صوتك. لا يا حبيبي عشان هي مش فاهمه، لكن هي في الحقيقه انت عارف ان هي بتحبني كويس ومتعلقه بيا جدا. طيب انا ممكن اقول كلمه؟ ممكن اقول كلمه؟ وعلى طول بتحضني وبتحبني. اكيد ماشي، ممكن اقول كلمه بعد اذنك. بعد اذنك انا الشهر ده ان شاء الله هاخده تحدي ما بيني وبين نفسي عشان اعرف هل انا فعلا اقدر ان انا اشيل سيليا واعمل لها واظبط لها الدنيا وكده. مش عايزين، انا موجوده الحمد لله، عايشه والحمد لله. ربنا يديك الصحه طول العمر يا رب، بس انا قصدي يعني ايه لازم برضه عشان اشيل عنك بعد كده يعني. طيب ماشي، وانا برضه هسافر. ايه هسافر عادي. مفيش مشكله، انا كده كده معايا سيليا، انا معايا سيليا وانت ما تطلعيش من البيت لحد ما انا اجي، مفيش حاجه اسمها سافر. هقعد لوحدي وانت بتقول ايه شهر باين؟ خلاص بقى بعد اذنك، يلا مع السلامه. ماشي، عموما الموضوع ده كله على بعضه مش واكل دماغي. ماشي يا منى عادي عادي، ما يخش دماغي، مفيش مشكله. ما عنديش لا انا هاخدها، ما عنديش مشكله تمام، وانت ظبطي حالك براحتك ومفيش اي مشكله وانا ان شاء الله خلاص وجاي. طب وحاجتها هنا ما خدتهاش ليه؟ ما تشغليش بالك بقى بحاجتها، انا هظبط الدنيا. طيب يا سيف، انا ان شاء الله اقل حاجه ساعه باذن الله، اقل وقت ساعه وان شاء الله هتكونوا هنا باذن الله يعني. ده ايه ده تهديد ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. ده تهديد ده يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم، فهميني ده ايه؟ ده يعني ايه ساعه وتبقى هنا؟ ساعه هديك وعشان كده يعني ايه ساعه وتبقى هنا؟ انا ابقى افهم يعني انت بتهدديني؟ بجد بتهزر. طب ممكن ترد عليا بعد اذنك؟ ممكن ترد عليا بعد اذنك؟ بعد اذنك ممكن ترد عليا؟ يعني ايه ساعه وتبقى هنا؟ ده تهديد؟ هو كده. طيب بعد اذنك مع السلامه، احنا نتكل على الله وخلي بالك على نفسك اهم حاجه. باي. سيليا بتقول لك باي. يلا سلام. بعد عشان بس ما تقوليش بس ان انا قفلت في وشك. انا دي مش شخصيتك. باي. احنا لما بنتخانق ما بتعملش الحركات دي ابدا ابدا، مهما كانت الخناقه ما بتعملش الحركات دي. وبعدين الخناقه امبارح ما كانتش يعني كبيره، يعني كانت خناقه بسيطه. محترم، انا محترم ما بعملش الحاجات دي. مناقشتنا خفيفه جدا يعني. انا كنت متوقع رد فعلها يبقى اقوى من كده. انت بتنتقم مني يعني، اللي هو احنا مش فاهمه. لا مش بنتقم منك، بس خلاص يعني بعد اذنك انا بس عشان خاطر التليفون غالبا هيفصل دلوقتي حالا. كنت متوقع رد فعلها يبقى اقوى من كده، بس هي منى ما بتعرفش تبين قوي حته ان هي ممكن تكون بتعيط دلوقتي اساسا، فهنكلمها دلوقتي تاني. فهكلمها دلوقتي برضه عشان خاطر ما تزعلش، واقول لها ان هو يعني مقلب وكده وما تتضايقش وكده. سيليا ضحكتني قوي لما خدت التليفون وهي مترميه في الارض. اكلمها اقول لها ان هو مقلب عشان ممكن تكون متضايقه جامد دلوقتي. ايه يا من؟ هتعوزي حاجه من شرم؟ انت مش قلت التليفون هيفصل؟ ما انا شحنته.
طب خلاص احنا بنهزر معاك والله العظيم. بعمل استغليت يعني ان انت زعلانه وكده، فقلت اعمل فيكي يعني مقلب. استغربت يعني، انا عارفه ان اكيد انت بتهزر بس استغربتك. اللي هو من انت حتى لو بتهزر معايا بتقول لي كده، او بتهزر في الحاجات دي وسيا وكلام المتطلقين ده. كلام ايه؟ انت استني، كلام ايه؟ ايوه حاجات المتطلقين اللي هو حد سيا. بعد الشر اقداركم تاخذ من افواهكم. بعد الشر. المحكمه واقول لهم النبي خليهم يتدقوا. ايه الشغل ده؟ بجد يعني. لا خلاص احنا بنهزر والله، وقلت اعمل فيكي مقلب بس خفيف كده عشان عشان خاطر اقسم بالمره الجايه هتزعلي مني جامد. ازعل مني ايه؟ الخناقه كانت ايه اصلا انا مش فاكره. ما هي لو حاجه ليكي، لو حاجه عليك انت كان زمانك فاكره، لكن عشان انت اللي عاملاها فطبيعي بتنسي. ما انتوا كده ستات. ماشي عايز افطر ايه بقى من بره؟ مش عايزه حاجه. سدت نفسي. ماشي هو خلاص. مفيش اكل النهارده عقابا ليك اللي انت عملته فيه. ما ايه مفيش اكل النهارده. انا بتلكك ومش عايزه. طيب ما انا هروح على شرم الشيخ واكل في شرم الشيخ انا وسوريا. سلام. يا عم روح شرم الشيخ، انت اللي هتدتني. ماشي يا عم. استنى جايب حاجتي وهاجي معاك. ماشي جاهز، يلا هعدي عليك اخدك. ده السهوله دي. هتفطري ايه طيب قولي لي؟ افطر ايه؟ طيب عشان انا بصور، بس عشان انا بصور فهنهي الفيديو واكلمك اشوفك هتفطري ايه. يلا ماشي. سلام. يا جماعه يعني كانت حاجه بسيطه كده، بس ايه قلت اقرص ودنها شويه. هي قلقت على فكره شويه. انت بتاكلي ايه؟ انت هتعملي ايه؟ ساليه هاتي بوس. هاتي بوس. هاتي بوس. هاتي بوس يلا. بوس هنا. هنا بوس. اديتي بوس. كلب. المهم يا جماعه كانت قرصه ودني بس كده، حاجه بسيطه، وقلنا ايه نسخن الدنيا كده عشان خاطر نرجع لليوتيوب ان شاء الله. فيا رب يكون الفيديو البسيط ده عجبكم. والمعلمه ساليه بتسلم عليكم بالتوك بتاعت ماشا دي، وبنحبكم جدا. وان شاء الله الفتره اللي جايه نبقى ننزل لكم اكتر يعني. فلو انت بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت على الفيسبوك بقى اعمل لايك للبيج وتابع كل جديد برضه. يلا هاتي بص. قول لهم باي. احلى باي. يلا سلام. باي. سلام.